نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم بولاية المسيلة وبالتحديد بمسجد النصر. هذا المسجد الذي كان قبلة للعديد من الولايات في صلوات التراويح في شهر رمضان الكريم. هذا المسجد الذي كان عبد العزيز السحيم إماما له. سنلتقي مع هؤلاء الأئمة وعلى رأسهم الإمام عبد العزيز السحيم الذي صنع الحدث في شهر رمضان. سنلاقيكم في هذا الفيديو بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله. يعني نيابة عن سكان ولاد خلوف وولاية برج بوعريريج، هذه شهادة تقديرية. يعني ما قمت به وما تقوم به لا يقدر بثمن. ثلجت صدورنا وكنت خير سفير للأمة العربية والأمة الإسلامية. يعني هذا شرف عظيم ونحن نفتخر بكم. قل لنا كلمة يعني لربما سكان الحمدية ولسكان يعني الجزائر عامة ولربما متابعي صفحة صوت الحمدية عبر كل ربع الوطن. إذن بسم الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. عيدكم مبارك وكل عام والأمة الإسلامية بخير. جزاكم الله كل خير. يعني ناس الحمدية ناس البرج أهلنا ومالينا، يعني ليس غريب عليهم يعني الكرم والجود. فأقول لكم بارك الله فيكم، وإن التكريم هذا له أثر في نفسي عظيم. يعني زيارتكم وعندما نرى وجوهكم هذا أفضل تكريم. ربي يجزيكم كل خير وإن شاء الله مزيد من النشاط مستقبلا إن شاء الله. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. سي عبد العزيز، ربما يعني نغتنم الفرصة ورسالة تمثلها لأمثالك اللي عندهم طموح وحابين يوصلوا إن شاء الله. رسالة يعني فقط أولا دعاء يعني تدعي ربي سبحانه وتعالى أن يوفقك، ثم أخلص النية لله سبحانه وتعالى. بعدها أقبل على طموحاتك مهما كانت ولا تسأل عن أحد. يعني مهم تكون في طريق ربي، يعني تكون في طريق ربي، ما تحوسش على حتى واحد. هذه لا معنا مشايخ يعني مسجد النصر بولاية المسيلة أحدث ضجة إعلامية كبيرة في موسم رمضان الكريم، وهذا نصر للإسلام والمسلمين. الحمد لله. ماذا تقولون لنا يعني بهذه المناسبة الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين أن كنا أئمة تراويح لمسجد النصر. ذاك فضل الله أن منه علينا سبحانه. شرف عظيم لنا أن صلينا في أكبر مسجد في ولاية المسيلة، على الرغم من أنه أنا من ولاية برج بوعريريج ومقيم هناك بولاية برج بوعريريج، إلا أني طالب هنا بجامعة المسيلة بقسم العلوم الإسلامية. والحمد لله وفقنا الله عز وجل ونحن الآن في مسجد النصر. والله هذه الضجة اللي حدثت شغل كانت صدفة والحمد لله. شغل كانوا الناس كنا نديروا لايف، كنا نصوروا الفيديوهات، كانوا الناس يبارطاجيو، والناس الحمد لله لقينا إقبال كبير من عند الناس عجبناهم، الناس حبونا، ناس يجوا يصلوا عندنا من ولايات منا ومنا. والله شرف عظيم لنا وربي يحفظكم إن شاء الله، وربي يحفظ الناس اللي كانوا يجونا، وربي يحفظ ناس مسيلة وناس البرج وناس الجزائر كامل. ربي يحفظهم إن شاء الله، ونقول لهم صحة عيدكم، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله يا رب. صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. معكم عادل سيد من مدينة المسيلة إن شاء الله. هو سر هذه الضجة يعني الحمد لله بعد الله عز وجل هو التنظيم المحكم، سواء من إمام سواء من قيمين، من الناس المسيلة طيبين. يعني إن شاء الله اللي كانت الجهود كل متكاتفة إن شاء الله. هو تنظيم يعني قبل رمضان. سر نجاح أي عمل هو التنظيم، والحمد لله كان تنوع. لما كان تنوع بين القراء، عبد العزيز السحيم أشهر من نار على علم. خالد الروابح يعني موهبة صاعدة وجاي إن شاء الله، راح عنده إن شاء الله مستقبل. تكاتفت الجهود وكاين أصوات متنوعة. هذا الشيء اللي خلى يعني كاين ناس تحب تسمع الخالي، تحب تسمع لي أنا، تسمع عبد العزيز السحيم. هذا التنوع هو اللي أثر المشهد كما نقولوا. كان يعني الجو احنا ما توقعناش هذا الزخم، أنه ناس يجوا من ولايات منا ومنا، نشوف من جيجل من الحدود تاع تونس، تتعجب من باتنا من البرج.
بصح احنا ما توقعناش هذا الشيء. احنا المهم هذا الشيء كي لقينا هذا الاقبال، يعني هذا الشيء زاد عطانا واحد المسؤوليه، شعرنا بالمسؤوليه انك لازم تحضر احزابك مليح، لازم تكون على اهبه الاستعداد. الحمد لله عز وجل يعني وراح الصدى تاعها حتى يعني دوليا يعني، ولله الحمد عز وجل.